بالنسبة لي أول مرة كنت أشوف فيها أخو أحمد عز مصطفى عز، ودي تبقى بنت مصطفى عز، وقال إن هي هتمثل قريب جدا مع عمها أحمد عز. منى شلبي بتقول إنها أخدت عين كبيرة جدا بعد نجاح فيلمها الهوى سلطان، ودي صورتها من جوه المستشفى، وده أيمن بهجت قمر كان بيزورها. محمد سعد خلص فيلمه الجديد الدشاش، والفيلم ده بصراحة يا جماعة أنا متفائلة بيه جدا لأن معاه ناس كتيرة قوي، فحاسة الموضوع هيبقى مختلف. معاه زينة، باسم سمرة، ونسرين أمين، ورشوان توفيق، ومحمد جمعة، ووليد فواز، كمان مصطفى أبو سريع. فاتورة يا جماعة المطعم بوراك اللي افتتحه هنا في القاهرة في التجمع الخامس، الفاتورة دي صاحبها محاسب عليها ب14,000 جنيه. عنده كوباية الشاي ب90 جنيه، والمية ب80 جنيه ازازة صغيرة. في مشكلة حصلت في عزا مصطفى فهمي، وهو ان حسين فهمي مرضيش يسلم على حسن الهلالي صاحب اطول شنب. انتشر فيديو كده لحسن الهلالي وهو ماشي على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي، وهو بيقول انا مش معفن يا استاذ حسين عشان ما ترضاش تسلم عليا. الحقيقة انا حاسة يعني انا شفت الفيديو، بس انا حاسة ان حسين فهمي مظلوم في الحتة دي، لان انا شفت الفيديو هو بيعمل له كده فمش عارف يسلم من الشنب، فاتلقطت الصورة واتلقط الفيديو، وقال انه حسين فهمي مش عايز يسلم على حسن الهلالي، بس هو ما كانش عارف فعلا يسلم من الطول بتاع الشنب. بيقولوا ان ده الشكل اللي هيظهر بيه عمرو سعد بدور جمال عبد الناصر في فيلم الست لمنى زكي. الناس كلها زعلانة جدا على اللي حصل في شكل سارة سلامة، ده بعد ما ظهرت في مسلسل نقطة سوداء بالشكل ده، وطبعا الشكل ده مختلف خالص عن زمان. ده كان شكل سارة سلامة زمان، وبصراحة كانت زي القمر، وكان بتتميز اساسا ان وشها جميل وطبيعي، فمش عارفة ليه البني ادمين بيروحوا يعملوا كده في وشهم. هي لما سألوها قالت يا جماعة انا مش عاملة اي عمليات، بس هو الميك اب بيختلف من مشهد لمشهد ومن مسلسل لمسلسل، فقالت ان هي مش عاملة عمليات تجميل اصلا. الممثلة لورا طليقة شريف منير ظهرت معاه في مهرجان القاهرة السينمائي بعد طلاقهم بسنة، فمش عارفين لسه رجعوا لبعض ولا لا، بس بما انهم ظهروا مع بعض في المهرجان يبقى رجعوا. دي صورة لهنا شيحة وهي بتحتفل بتخرج ابنها، الاتنين دول ولادها اصلا يا جماعة، ده اللي بيتخرجوا. دي صورة للفركش بتاع مسلسل ايش ايش اللي خلاص خلص تصويره، ودي سابقة من نوعها بقى، اللي هو اول مرة نشوف مخرج يخلص مسلسل قبل رمضان بكذا شهر. طبعا كلنا عارفين ان محمد سامي بيعمل برضه مسلسل سيد الناس لعمرو سعد، هيبقى ليه كده مسلسلين في رمضان، ايش ايش وسيد الناس. بالمناسبة بقى شفت محمد سامي بقى شكله عامل ازاي؟ شكله صغر جدا، هو شكله كده عامل عملية نحت في الوش كده، بس طالعة مظبوطة قوي معاه، مصغراه جدا. احمد سعد في اللقاء ده قال ان هو هيعمل فرحه في شهر يناير الجاي، لان العروسة لسه بتدرس اخلاقه. قال ان ولادي هيكونوا اول ولاد يحضروا فرح باباهم ومامتهم. جماعة انا اتصدمت من شكل شاروخان، الناس دي بتصغر كده ازاي؟ عايزة اقول لكم كمان ان دي مش مرات ايمن بهجت قمر، كل الاخبار بتقول ان ايمن بهجت قمر اتجوز وان دي مراته، وهو طلع قال ان دي صديقة مش اكتر، واتقابلوا على الريد كاربت واتصوروا مع بعض. منى زكي اتكرمت في مهرجان البحر الاحمر السينمائي كرمز من رموز السينما المصرية. بصراحة منى زكي تستاهلها جدا، انا مش شايفة ان في حد افضل في الساحة دلوقتي من منى زكي ان هو ياخد الجايزة دي. الفترة الاخيرة منى زكي كان ليها اعمال حلوة جدا واتميزت جدا واتطورت جدا، فهي تستاهل بصراحة. بشكل نهائي خلاص نزل اخبار ان فيلم الملحد ده مش هينزل خلاص في السينمات واتمنع. عايزة اعرف رأيكم بقى، انتوا كنتوا مع ان الفيلم يتعرض ونشوفه ونحكم عليه، ولا يتمنع من الاول؟ صورة ما بتظهرش كتير لنهلة مرات محمد حمائي وهي بتحتفل بعيد ميلاده، وبعد طلاق المايسترو هاني فرحات من مي فخري اعلن جوازه من دنيا جمعة، ودنيا جمعة تبقى مشرفة على الحفلات الفنية. ومحمد هنيدي قال ان هو هيبقى موجود في رمضان بمسلسل شهادة معاملة اطفال. بصراحة اللي مخليني متفائلة بمسلسل محمد هنيدي ده حاجة واحدة بس، ان المخرج هو وائل فرج. وائل فرج عامل مسلسلين اللي هم بين السطور واللي بيتعرض دلوقتي وتر حساس، والمسلسلين ناجحين جدا. ناحية بقى اللي مخلياني مش متفائلة بالمسلسل ان محمد هنيدي هيقدم شخصية مستر اكس اللي قدمها فؤاد المهندس في فيلم اخطر رجل في العالم، فحاسة الموضوع مش هيبقى لطيف.
80 مليون مشاهدة لأغنية أنا من غيرك لبهاء سلطان بتاعت فيلم الهوى سلطان. 80 مليون دول في فترة قليلة جدا. تخيلوا كل ده وكل الدعاية اللي عملها بهاء سلطان دي، والأغنية أصلا كسرت الدنيا، وبهاء سلطان ما جاش العرض الخاص بتاع فيلم الهوى سلطان. فدي حاجة كنت مستغرباها قوي، ازاي أصلا الفيلم كله قايم على أغاني بهاء سلطان، والمواقف اللي ما بين البطلين على الأغاني بتاعت بهاء سلطان، وهو اللي بيغني الأغنية بتاعت الدعاية وما يجيش العرض الخاص. كنزي بنت عمرو دياب بدأت تحط صور لمامتها زينة اللي هي سعودية والعمرو دياب، وده بيقولوا ما بيحصلش كتير. ففي اخبار بقى بتقول ان عمرو دياب هيرجع لزينة، زينة تبقى مامة عبد الله ابنه وكنزي. بعد عرض مسرحية اس هانم لإسعاد يونس في موسم الرياض، انها نفسها وتتمنى تعمل مسرحية مع شريهان لو هي عندها وقت. ياسمين عبد العزيز كتبت البوست ده عندها وقالت ان دايما الندالة مش بتيجي غير من الناس اللي انت كويس وجدع معاهم. عندك حق يا فنانة والله، وبنطلع في الاخر احنا اللي وحشين.